على فكره والله العظيم انا ما قلت لهم يقولوا كده، ده هم اللي من نفسهم بعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، ويعني بيعرضوا موهبتهم، وعايزين شباب عايز يثبت نفسه وعايز يقول احنا موجودين وبنقدم نوع معين من انواع الفن حتى لو هو فن المهرجانات. هنعرف حكايتهم ايه بعد شويه. راكبة العربية رايحة اسكندرية، عاملة أجنبية كله دلع بنات. راكبة لي عربية دلع بنات، ماشية في اسكندرية دلع بنات، عاملة لي أجنبية دلع بنات، كله دلع بنات دلع بنات. راكبة لي عربية دلع بنات، ماشية في اسكندرية دلع بنات، عاملة لي أجنبية دلع بنات، كله دلع بنات دلع بنات. دجوي وحمودي ورشاد وماريو، 4 صحاب قرروا يقتحموا عالم المهرجانات بأقل الإمكانيات، فبدأوا في المكان الصغير ده وعندهم إصرار إنهم ينجحوا لأنهم شايفين إن المهرجانات هي اللي واكلة مع الناس. زمان كانوا بيقولوا على المهرجانات بيئة، دلوقتي اللي بيقولوا عليهم بيئة هم اللي بيجيبونا في الأفراح وبيشغلوا المهرجانات وبيعملوا أفراحهم ولازم يجيبوا نجم من بتوع المهرجانات. فهي دلوقتي عشان احنا طورنا فيها. كنا الاول بنعمل حاجه اسمها لوب، كان بيبقى على لوبات، بعد كده بقى طورناها تمام اللي هي تبقى ايه درامزات بقى والكلام ده. ما كناش بنسمعها غير في الميكروباصات او التكاتك، دلوقتي وبعد ما بقت بتنطط وتهيص بنسمعها في الافراح وبعض الحفلات. احنا كنا الاول كناش بنعمل مزيكا وكناش بنعمل الكلام ده، كنا بنقول اي كلام ودرامز وخلاص واهم حاجه الناس ترقص. دلوقتي حاليا بنحط مزيكا وبنعمل درامز وبقينا نركز قوي اللي احنا نعمل موضوع يفيد الناس وبيرقص. يعني ممكن نتكلم عن الحلم، ممكن لو واحد مكشر نعمل له اغنيه عن الضحك، بنفرح الناس. رغم اتفاقهم في الرقص والفرفشه الا ان المهرجان مختلف تماما عن الاغنيه الشعبيه. واتكلم عن البنات والكلام كتير، حاجات كتير بتحصل ملهاش يا ناس مثيله، تقول بحبك وبموت فيك وانت ليها البديله. المهرجانات ما تصنفش في الغنى الشعبي خالص، المهرجانات حاجه والاغنيه الشعبيه حاجه تانية. احنا ستايلنا زي الغرب حتى في لبسنا، المهرجان يتصنف غير الاغنيه الشعبيه في ستايلنا، حتى في طريقه الرقص، طريقه رقصنا. المصطلحات اللي احنا بنجيبها في الاغاني او في المهرجانات بتاعتنا بتبقى من الشارع، عشان كده بتنجح. الافيه اللي بيقولوا اي حد في الشارع ممكن ناخد الافيه ده نعمله في مهرجان، عشان كده الاغنيه اللي احنا بنعملها او المهرجان بيوصل للناس بسرعه. جو يا ليل يا عين ويا عين يا ليل مش هو ده ستايل غناهم. المهرجانات احنا بنعتمد عليها اداء مش صوت، زي ما انا قلت لك ما ينفعش انا مثلا اغاني موال ولا حد من المهرجانات، يعني ما ينفعش حد بيغني مهرجانات يطلع يقول موال. انت مصنف نفسك مهرجان، احنا مهرجانات اداء مش صوت. لكن انا ما ينفعش اطلع اقول يا ليل يا عين يا ليل يا ليل، دي مش جوي ولا جو حد من بتوع المهرجانات، دي ليها ناس. زي ما ينفعش مطرب يغني مهرجان. مفيش شك ان مطرب المهرجانات ليه كاركتر مختلف. المطرب المهرجانات ليه كاركتر مختلف خالص عن بقيه الناس، في لبسه، في طريقه غناه، في رقصه، في ادائه، حركات ايده بوشه، كلام، حاجات كتير جدا. بس هو الرقص بتاعه موضوع تاني خالص. اغاني وحالة جديدة اعتبرها ناس كتير اسفاف، وايه الاغاني البيئة دي، لكنها في نفس الوقت اكلت مع ناس كتير وفي الافراح بتعمل فرق كبير. لمي السلامة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.